ازيكم جميعا. أنا مروة سامي، مهتمة بالرسم وتعليمه، سواء رسم عادي أو رسم ديجيتال. لو مش عارف ازاي تبدأ تتعلم الرسم وازاي تقدر توصل لمراحل متطورة فيه، أو لو أخدت كورسات كتير ومش لاقي نتيجة، أو لو بنتك أو ابنك عندهم الموهبة وعايزة تنميها، كملي الفيديو ده للآخر. في ناس لما بتعلم نفسها بنفسها بتتعلم أحسن ما حد يعلمها، وفي ناس بتحتاج حد يديها المعلومة ويطبقها عشان يتطور. مفيش صح أو غلط، بس عشان ربنا خلقنا مختلفين خلق كمان طرق كتير مختلفة نتعلم بيها. لو انت أو انتي زي حالاتي كده بحب أعلم نفسي بنفسي وبفهم وأتطور أسرع بالطريقة دي، هقول لكم على نقط بسيطة هتساعدكم في رحلة التعلم الذاتي. أول حاجة، ارسم اللي بتحبه. ارسم الحاجة اللي انت مهتم بيها، مش أي حاجة وخلاص. يعني أنا مثلا كنت مشدودة جدا للبورتريه وما كنتش مهتمة أرسم أي حاجة تانية، فبدأت على طول أرسم بورتريه. ده خلاني مزهقش مهما رسمت. تاني حاجة، انشر رسمك على السوشيال ميديا. اختاري أي بلاتفورم ونزلي شغلك عليها حتى لو لسه بتبدأي. أنا اخترت الانستجرام، ولو دخلت عندي ونزلت تحت على البوستات القديمة هتلاقوا كوارث من أيام ما كنت لسه بتعلم، بس عمري ما همسحها لأنها كانت جزء مهم جدا من التطور بتاعي. موضوع السوشيال ميديا ده هيديك الحافز انك تكمل، لانك هتبقى عارف ان تعبك وشغلك بيتشاف. تالت حاجة، تحدي 100 يوم. اتحدى نفسك لمدة 100 يوم. ارسم كل يوم رسمة بسيطة ونزلها على السوشيال ميديا، وأوعدك كل حاجة تتغير بعد 100 يوم دول. بسط على نفسك التحدي عشان تقدر تستمر. أنا بالنسبة لي حبيت أعمل تحدي 100 يوم وأرسم فيهم 100 بورتريه. اشتريت سكتش بوك وقلم جاف واحد اللي هو فيه كل الألوان، أزرق وأحمر وأخضر وأسود، وبدأت كل يوم أعمل سكتش سريع لأي بورتريه بالقلم الجاف وأنزله عندي على الانستجرام. مكاسب 100 يوم كانوا كتير جدا بالنسبة لي. أول حاجة، اتحسنت جدا في رسم البورتريه وناس كتير بدأت تتابعني وتعرف شغلي، وكمان بعد ما خلصت التحدي طبعت أحلى رسومات على نوت بوكس وبعتهم. في الفيديوهات اللي جاية هصور السكتش بوك اللي بدأت بيه وهاخدكم في رحلة سريعة لتحدي 100 يوم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنوا الفيديوهات اللي جاية.